بص كده، ده مشهد من فيلم الكيت كات للراحل العظيم محمود عبد العزيز. الشيخ حسني في المشهد ده لما اكتشف وفاة عم مجاهد اللي كان صاحب ابو الشيخ حسني، واللي كان رافض بيع البيت اللي بناه طوبه طوبه هو وصاحبه، واللي المفروض بالنسبه لي انه كان بيعبر عن الجيل القديم في الفيلم. ودي طبعا وجهه نظر انا، وجهه نظر انا بس، وهقول لك كمان شويه انا ليه باكد انها وجهه نظر انا بس. المهم، لما اكتشف الشيخ حسني ان عم مجاهد مات، ما زعقش، ما لمش اهل الحاره، ما ندهش حتى لحد يساعده، لا هو حط عم مجاهد في عربيه الفول ومشى بيه. السؤال هنا، ليه الشيخ حسني اتصرف بالشكل ده؟ والحقيقه انا شفت السؤال ده في بوست على فيسبوك، ودخلت اشوف الكومنتس علشان اتفاجئ بكم هائل من الاراء المختلفه اللي كلها حلوه، ويمكن تكون كلها كمان لايقه على الفيلم وتتصدق. بص معايا الاراء كده. عرفت ليه انا اكدت ان الراي اللي قلته من شويه دي وجهه نظر انا بس؟ لان ممكن يكون في اراء كتير جدا عكس رايي، مش كده وبس، ده ممكن ارائنا دي كلها تكون اصلا عكس وجهه نظر المخرج. طيب عايز اسالك سؤال تاني، بتحب هاني شاكر؟ كده كل ما الاقي نفسي متضايق تعالى يا احمد. بلاش تكون بتحبه، هل عندك شك في موهبته؟ طب خليني اصدمك واقول لك ان هاني شاكر لا يصلح الا لغناء الاطفال. يعمل افلام بقى مع الاطفال، يقول للاطفال. لا يصلح الا لغناء الاطفال. هاني شاكر؟ يعمل افلام بقى مع الاطفال، يقول للاطفال. انت متخيل احنا بنتكلم عن واحد يوم ما غنى العيد ميلاد، غنى العيد ميلاد جرحه، قال لك عيد ميلاد جرحي انا، الذكريات المؤلمه والجرح والاحزان ضيوفي. انت متخيل هو عازم مين؟ لا ولسه قال لك والورد معزوم من نما، خجلان وحيد يشبه لخوفي. انت فاهم كم الحزن اللي في الكلام؟ ودي طقطوقه بسيطه يعني لهاني شاكر، هو عنده اكتر من كده بكتير. لكن على الجهه التانية في حد شايف لا ده مغني للاطفال، وهو كده رايي، انا حر. يبقى خلاص. طب ايه رأيك بقى ان علي الحجار اخره يبقى قائد للكورال؟ ها يعني لو كان وسط مجموعة كورال كده وبيقولوا مثلا اناشيد حماسية وحاجات حلوة، بينجحوا قوي قوي المجموعة دي. لو كان في وسط مجموعه كورال ويقولوا مثلا اناشيد حماسيه وحاجات حلوه، ينجحوا قوي 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 المجموعه دي. اسألي. وبعدين احنا مش بنتكلم في واحد عادي كده، لا ده فنان كبير قيمة وقامة، مغني وملحن وممثل كمان، له 13 فيلم تقريبا، منهم واحد من كلاسيكيات السينما، حسن ونعيمة مع سعاد حسني. وانت لو من الاجيال اللي ما سمعتش محرم فؤاد بشكل مباشر، فانت اكيد عارف له حاجة من اغانيه من غير ما تحس كده، زي رمش عينه. رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه. يا وحشني رد عليا، يا وحشني رد عليا، ازيك سلامات. مسا التماسي. مسا التماسي يا قمر، مسا التماسي. ولو برضه لسه ما تعرفش ولا اغنية من دول، فانت اكيد سمعت له اي اغنية في فيلم حتى على سبيل الافيه. لو كان الأمر أمري، لو كان في شيء في يدي. زي ما كنت تعبان وارتحت، زي ما كنت عطشان وشربت. المهم نرجع لموضوعنا، هو الشاهد ايه في رأي الفنان محرم فؤاد؟ اختلاف وجهات النظر، حتى لو بيتكلم في حاجة احنا شايفينها مسلمات مفيش مشكلة. هو لو له وجهة نظر، شايف الموضوع من زاوية معينة، بالنسبة له هو ده الصح، هو ده الأنسب، بس بالنسبة له هو وجهة نظره هو، مش لازم أصدر حكم تجاهه وأقول ازاي ولا ومش ميفها، لا خلاص، لا دي رؤيته وهو حر تماما انه يعتقد فيها، وحر كمان انه يصرح بيها. وعموما عمرك ما هتلاقي الناس كلها اجتمعت على شخص واحد، ده عبد الحليم حافظ اختلفوا عليه، والناس في بداياته ما حبتهوش، وكان بالنسبه لهم اللي هو ايه التهريج ده وايه الانحدار اللي وصلنا له ده. زي مثلا اغاني المهرجانات، ناس كتير شايفينها ما يصحش وانحدار للفن وللاغنيه العربيه، وناس تانية شايفاها لا حلوه وبترقص وليها وقتها. مهرجانات غنى؟ هم مش ناجحين جامد وعاملين ارقام، ما الارقام دي مش تزوير، الارقام دي بجد. هي انا شايفها اغاني عشوائيات، يعني اسمها هو ده اسمها الطبيعي يعني. طب نجح ليه؟ بيخاطب الجسد، بيخاطب الجزء اللي انت فيه بتفقد مقدار كبير من حيائك. لا خالص، احنا طول الوقت المساحة كبيرة قوي اصلها. الساحة كبيرة والمساحة كبيرة ودي اختلاف، يعني اختلاف الاشكال والاشكال الموسيقية دي طول عمرها موجودة وهتفضل موجودة. لا انا ضد المهرجانات يا عم، مفيش حاجه اسمها اغاني المهرجانات. هي مزيكة المهرجانات هي من المزيكات الموضة دلوقتي. انا غير اشرب شاي، ما انا عملتها مع اوكا وارتيجا. بس
ما ينفعش يتحسب عليا ان ده لون من الوان الفن والطرب والثقافه والفن المصري، يعني مش هينفع اعترف بيه كده، بس بسمعه طبعا. بسمع مهرجانات، ما انا بقول لك انا مش عايز اكرر اجاباتي يعني، بس انا في الفن عمره ما كان وحش، مهرجانات مش وحشه، بس في فن ضعيف وفي فن قوي. وبرضه الناس دي من نفس الوسط، يعني المفروض انهم اكتر ناس بتفهم في صناعة المزيكا، ومع ذلك اختلفوا عليها. ليه؟ لان مستحيل الناس كلها تتفق على حاجة واحدة او رأي واحد. احنا مخلوقين كده مختلفين في كل حاجة، وكل واحد فينا له رأيه اللي مبني على رؤيته هو والزاوية اللي شايف منها الحاجة اللي بيقول رأيه فيها. والموضوع ده بيفكرني بنظرية افلاطون للعميان اللي ما شافوش الفيل. كان بيحكي فيها ان جابوا 6 من العميان اللي عمرهم ما شافوا الفيل، وجمعوهم ووقفوا كل واحد فيهم عند جزء معين من الفيل. فاول واحد مسك ناب الفيل وقال لهم يا جماعة الفيل ده عبارة عن خنجر كبير. التاني ضحك وقال له لا، الفيل ده عبارة عن جذع شجرة. التالت قال لهم انتوا بتقولوا يا جماعة الفيل ده مروحة جلد كبيرة جدا. والرابع قال لهم الفيل مجرد حبل. والخامس قال لهم يا اخوانا الفيل ده عبارة عن تعبان بس تخين شوية وغير سام. والسادس في حكمة شديدة قال الفيل ما هو إلا جدار أو حيطة. وطبعا ما نقدرش اننا نقول ان في حد فيهم كان غلط والتاني صح، لا هم كلهم صح بس من وجهة نظرهم هم، وبناء على زاوية كل واحد فيهم مش اكتر. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ انا وجهة نظري انك تعمل لايك للحلقة عشان تشجعني اعمل حلقات تانية، وتعمل اشتراك في القناة عشان تشوف الحلقات التانية لما تنزل، وقول لي رأيك او وجهة نظرك في التعليقات. وسلام.